السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. والناس اللي بتشوف قناتي لأول مرة اشتركوا يا جماعة، إن شاء الله تستفيدوا. أنا كنت نزلت فيديو شورت أو فيديو قصير اسمه مودك والدايت، ده للرجالة والستات. يعني إيه مودك بقى والدايت؟ يعني لما تلاقي حضرتك نفسك طول الوقت انت شاغلة نفسك بالأكل، أو طول الوقت انت بتتكلمي مع نفسك بالأكل، حاولي تجددي، حاولي تصحي صداقات قديمة أو زمالة قديمة، عشان يعني أيا كان بتجددي في نشاطك، بتجددي في اللي هو إيه الهوايات، بتجددي في هواياتك، بتحاولي تستفيدي من موهبة انت ناسياها. عشان كل ده يا جماعة بيخليكوا تنسوا الأكل. يعني هي الأكل بيعتبر من العادات اللي هي بتعتبر افتراسية، أو مش افتراسية بمعنى افتراسية، يعني إيه؟ إن أنت بتقتلي بالأكل حاجة، أنت بتقتلي الخوف بالأكل، بتقتلي الشعور بالوحدة، أو الشعور بالفشل، أو الشعور يعني متضايقة من حد، فبتقتلي هذا الشعور، أو بتقتلي اي حد مضايقك في الاكل. هو طبعا مش عايزين اكل يا جماعه بس، ولكن الاكل هو العاده اللي بتساعد الانسان على انه يتخلص من اي حاجه مضايقاه. فعايزين نخلي العاده دي، عاده الاكل، نوظفها بصوره تبقى ايجابيه لينا احنا. انا معاكم اهو. انا كنت في المكان ده لمده 14 عام، وبعدين سبته ورحت مكان تاني في الشغل. طبعا كونت صداقات، غير ان انا دفعة التخرج بتاعتي كنا مجموعة كبيرة هنا. فالمكان ده يعني الحمد لله ربنا يعني ساء القدر كده انه انا الاقي اصدقائي ودفعتي بيدوروا عليا، وانا رحبت ووظفت الكلام ده ان انا ابقى مش كل حاجتي ان انا عايزه اكل، لا، انا موظفه الاكل. انا دلوقتي عامله صيام متقطع، داخله الدكتور عصام كتامي في الانيمال هاوس. شفتوا الامن يا جماعه واخد باله من الشغل. فانا دلوقتي عامله الصيام المتقطع، و اخر اكل كان ليا الساعه يعني 8:30 9. مش اكل، انا شربت يعني كاكاو، عشان الكاكاو بيساعد على النوم والاسترخاء. فقفلت اي حاجة ممكن اكلها او اشربها فيما عدا الماء الساعة 8:30 9. وانا دلوقتي طبعا الصداقات القديمة صحت ان انا اوظف الشعور الطيب معاهم، ان انا الاكل يبقى معاهم، عشان خاطر اتغلب على موضوع ان انا طول الوقت عماله بفكر في الاكل. انا حرفيا انا جايه الشغل الساعه 8:30 عماله بقول انا هفطر امتى. خليكم يا جماعة. أنا دخلت المسجد ده في المكان اللي كنت فيه الأول قبل ما أروح للزملاء والدفعة بتاعتي. فدخلت إن أنا أصلي ركعتين الضحى، وده طبعا من الإيجابيات إن أنا من الساعة 8 بقول لكم بفكر في الأكل. ولكن أما لقيت فرصة إن أنا أقابل زمايلي واجتمع بيهم، بقالنا فترة كبيرة أوي مشوفناش بعض، فحسيت إن المود بتاعي بقى فيه طاقة إيجابية رهيبة، وبقيت حاسة إن أنا لا، أنا هستنى أشوفهم وأكل معاهم أحسن. خليكم معايا، أنا هصلي الضحى وأرجع لكم. رجعت لكم تاني يا جماعة، وأنا رايحة المكان اللي معزومة فيه. المكان ده أنا كنت فيه حوالي 15 سنة، والزملاء دول يعني في اللي هقابله ده أنا ممكن شفته على مدار، احنا بقالنا فترة كبيرة خريجين فوق 20 سنة. يعني شفتوا الزميل ده على مدى كام سنة من بعد التخرج يعني. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ السلام عليكم.
الزميل المحترم. الزميل المحترم ده دفعتي، مش عايز يطلع يا جماعة في الكاميرا. طبعا أخ وزميل عزيز، يعني بنحاول نغير المود. إن أنا بدل ما طول الوقت بفكر في الأكل، أنا قلت لكم أنا من الساعة 8 يا جماعة بفكر في الأكل. فأنا دلوقتي غيرنا المود. زميل دكتور عصام والزميلة دكتورة شيرين نزدي، احنا على قلبه يعني، معزومين النهارده على قلبه وهنخسره. منورينا والله. فيا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واللي ما اشتركش يا جماعه في القناه يشترك. مودك والدايت لسه في سلسله كبيره من الفيديوهات هنكملها مع بعض. السلام عليكم.